فوز مهم لريال مدريد خارج ملعبه على ليغانيس قبل مواجهة ليفربول الصعبة بدوري الأبطال. ولكن ورغم فوز الريال والأداء المقنع لأغلب اللاعبين، إلا أنه لسه في مشاكل ببعض النقاط وبعض اللاعبين، وخاصة كيليان مبابي واللي لحد الآن مسكرة معه رغم تسجيله لهدف الريال الأول، إلا أنه الأمور لساتها واقفة معه وما أنا ماشي مثل ما لازم تكون مع لاعب بقيمة كيليان مبابي. ولكن وكالعادة وقبل ما نفوت بتفاصيل المباراة، بدي أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام وأهلنا بالأراضي العربية المحتلة، ندعي لهم أن رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. وطبعا صديقي من الضروري أن أذكرك بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع فوز ريال مدريد على ليغانيس بنتيجة 3-0 ضمن المرحلة 14 من الليغا الإسبانية. مثل ما حكينا، فوز جيد لريال مدريد على ليغانيس سواء من حيث النتيجة كرقم أو من حيث التوقيت قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال. ولكن ما زالت مشاكل ريال مدريد قائمة ولحد الآن ما قدر أنشيلوتي يلاقي لها حل. أول مشكلة واللي هي عدم تأقلم كيليان مبابي حتى الآن مع المنظومة، والنقطة الثانية هي مشكلة بناء اللعب وخلق الفرص عند ريال مدريد، والمشكلتين الحقيقة مرتبطات ببعض، بمعنى أنه أحد أهم مشاكل الضعف ببناء الفرص هو كيليان مبابي وعدم قدرة مبابي حتى الآن على التأقلم مع الأدوار المطلوبة منه في ريال مدريد. ورغم أنه أمام ليغانيس كان عم يتبادل المراكز مع فينيسيوس على الجهة اليسرى، إلا أنه مبابي حتى بمركزه المفضل على جهة اليسار عم تكون الكرة ثقيلة بقدمه، عم يكون غير قادر على إيجاد الحلول، وهذا اللي عم يأثر على تركيز اللاعب. ولذلك ما زلنا عم نشوف مبابي عم يهدر كم هائل من الكرات أمام المرمى، ولنفس السبب كنا عم نشوف مبابي عم يوقع بسهولة بمنصة التسلل قدام برشلونة. لذلك فمشكلة مبابي واللي هي ربما تكون مشكلة نفسية وليست فنية، لحد الآن ما قدر اللاعب يلاقي لنفسه الشكل المناسب اللي ممكن ينسجم فيه مع تشكيلة ريال مدريد. أما المشكلة الثانية عند ريال مدريد والمستمرة من بداية الموسم فهي مشكلة بناء اللعب وخلق الفرص. هاي المشكلة ما زالت مستمرة رغم الأداء الكبير اللي عم يقدمه جود بيلينغهام، ورغم الأداء الجيد اللي قدمه أردا غولير، ورغم فعالية كامافينجا بخط الوسط، إلا أنه ما زالت الحلول دائما فردية، والوصول للمرمى دائما عم يكون إما بمهارة فينيسيوس أو غولير أو جود بيلينغهام. وهذا الأمر شفناه بشكل واضح قدام ليغانيس. فرص ريال مدريد كانت قليلة بشكل عام، وأهداف ريال مدريد كلها ما كانت من لعبة أو ما كانت من هجمة منظمة. الهدف الأول شفناه إجا من خطأ مدافع، والثاني إجا من كرة ثابتة، والثالث إجا من كرة ارتدت من العارضة. وإن كان في ملاحظة ما بعرف إذا بتتفقوا معي فيها، هو إنه لاحظنا إنه بعد خروج مبابي بالدقيقة 82 وإشراك إندريك وإبراهيم دياز، شفنا إنه زادت الحيوية والحركة بخط الوسط. لذلك ربما يكون طريقة أداء مبابي وفقدانه للثقة بنفسه هي اللي عم تأثر على فعالية خط المقدمة عند ريال مدريد. أنشيلوتي دخل اللقاء بخطة 4-4-2، كورتو بحراسة المرمى، روديغير أسينسيو قلبين دفاع، فالفيردي وفران غارسيا أظهرة، وبخط الوسط غولير، كامافينجا، سيبايوس، بيلينغهام، وبخط الهجوم فينيسيوس وكيليان مبابي. ليغانيس كان حذر جدا واعتمد على تسكير الملعب، حتى لما تسجل عليه هدف ما فكر يفتح اللعب، وهذا اللي ربما زاد من صعوبة مهمة ريال مدريد وخلى عملية بناء اللعب أصعب. والحقيقة أنا حابب أحكي شوي عن بعض لاعبين ريال مدريد وقيم أدائهم، وخاصة اللاعبين الشباب. وخلونا نبدأ مع أسينسيو قدم بشكل جيد، حافظ على تركيزه طوال 90 دقيقة، فاز بأغلب الكرات المشتركة. لذلك في أسينسيو ما في شك أنه بيستحق يلعب أساسي بتشكيلة ريال مدريد. أردا غولير أيضا قدم مستوى مميز، كان عم يتحرك ويمرر ويراوغ ويسدد بشكل جيد. داني سيبايوس أنا شفته مقنع جدا وواثق من نفسه وما كان عنده أخطاء بنص الملعب. فران غارسيا دائما عم يقدم بشكل جيد ودائما بيعمل اللي عليه، ودائما بنقول انه بيستحق يلعب اساسي مكان ميندي. بالعودة لتفاصيل المباراة، ليغانيس مثل ما حكينا دخل المباراة بتركيز دفاعي عالي، لذلك هدف ريال مدريد تأخر لنهاية الشوط الأول بعد ما قطع بيلينغهام الكرة من مدافع ليغانيس بشكل ذكي لتوصل الكرة لفينيسيوس واللي مرر بالعرض لمبابي واللي سجل هدف ريال مدريد الأول. بداية الشوط الثاني شهدت هبوط بأداء ريال مدريد لحد الدقيقة 66، واللي شهدت تسجيل الريال الهدف الثاني عن طريق فالفيردي من كرة ثابتة سدد بشكل مميز جدا الأرضية على يمين الحارس. وبالدقيقة 85 تمكن المتألق جود بيلينغهام من تسجيل الهدف الثالث من كرة سدد البديل إبراهيم دياز، ارتدت من العارضة لترجع لبيلينغهام واللي تابعها رأسية بشباك ليغانيس. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده ل 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، وطبعا الريال لسه عنده مباراة مؤجلة مع فالنسيا. هذا كان كل شيء لليوم، شاركونا بتعليقاتكم، رأيكم بأداء ريال مدريد ورأيكم بمشكلة كيليان مبابي مستمرة مع الفريق. بدي أرجع أذكر حضراتكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.